عارف لما تبقى الموهبه اللي قدامك تجبرك انك تغامر بيها وتجبرك انك تعمل مسلسل لواحد لسه يعني ما شالش دور لوحده ولا فيلم ولا مسلسل؟ هو مسلسل النهارده، مسلسل على باب العماره. والمسلسل ده بيتكلم عن الصعيدي المودرن، الصعيدي المرفه اللي كل حياته ما فيهاش اي حاجه مفيده، وكل حياته عباره عن لايفات وتيك توك وحوارات وفلوس بيصرفها على اي حاجه. وابوه العمده مش عاجبه اي حاجه من اللي بيعملها، فبيرجعه تاني لشغلانه ابوه، شغلانه البواب، عشان يبقى راجل ويقدر يشيل مسؤوليه يعني. فهل عوض هيقدر يعمل كده ويقدر يبقى راجل ويشيل مسؤوليه ولا لا؟ تقريبا جبت حاجه انا مروح ما فكرتش سحبت مليون جنيه ولا. طول عمره تعبني، عشان يبقى راجل لازم يشوف اللي انا شفته. والمسلسل ده من بطولة حاتم صلاح وآية سماحة ومحمد محمود ومحمد رضوان وممثلين كتير شباب. وده اللي بيعجبني في المنصات زي شاهد ووتشت، ان هم بيطلعوا ممثلين يعني مش متشافين قوي او دور تاني او دور تالت ويعملوا منهم ابطال. فهل توليفة الممثلين دي هيعرفوا يعملوا مسلسل ناجح ولا شقلب وقلب كده وخلاص؟ بالنسبه لي حاتم صلاح كان رقم واحد في المسلسل ده، قدر يطلع بسهوله من القالب بتاع نفادي من مسلسل كبير قوي كاول بطوله يعملها، فهو ابدع في الدور ده. واظن الراجل ده اثبت انه موهبه محدش قدر يقدرها لحد دلوقتي، ويستاهل اكتر من اللي خده بكتير. الراجل ده في التمثيل الراجل ده تقيل جدا. انك تعمل صعيدي في مسلسل الكبير وتيجي تعمل صعيدي تاني خالص، انت مش بتقلد، لا انت عامل شخصيه من بدايتها لنهايتها، وده في حد ذاته عبقريه سواء من الكتابه وسواء من تمثيل الراجل ده. فبالنسبه لي حاتم صلاح كاول بطوله له لا كان حلو جدا جدا جدا. وكمان دور آية سماحه في شخصيه الخدامه بالنسبه لي عملته حلو جدا، وكان الدويتو بينها وبين حاتم صلاح كان حلو جدا. الميكس ده كان خطير يعني. قبل ما اشوف المسلسل لو واحد قال لي آية سماحه وحاتم صلاح ابص له كده اقول له انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس الميكس طلع فعلا حلو جدا. كانوا بياخدوا كده ويدوا في الكوميديا بكل سهوله، مش هتحس باي حاجه ولا باي زهق، لا فعلا الكوميديا بينهم كانت حلوه جدا. بس عندي سلبيه واحده على آية سماحه، يعني جيت كده في اوقات كتير حسيت انها بتتكلم بورسعيدي. ايه يا عمنا انت بتعمل كده ليه وبتتكلم كده؟ انا ما اعرفش الشخصيه مكتوبه كده، بس لا الشخصيه مكتوبه انها ولا هي بورسعيديه ولا هي حتى صعيديه، كانت برضو بتتكلم صعيدي. فانا مش عارف هي ده في الشخصيه ولا لا، بس دي سلبيه مش هتحس بيها قوي. بس حته البورسعيدي دي يعني كانت غريبه شويه بالنسبه لي، اللي هو بتتكلمي عادي وفجاه ايه يا عمنا انت بتعمل كده. حسيت اللهجه غريبه شويه. بس آية سماحه في الدور عموما او ككل كانت حلوه جدا جدا. وكمان كان في شخصيه المحامي، الشخصيه اللي عجبتني جدا جدا، المحامي المتغطرس اللي ممكن كمان يكون مرتشي واحنا ما نعرفش، وعايز يطفش كل سكان العماره لهدف ما، مش عايز بقى اقوله لك عشان ما يبقاش حرق للمسلسل. بس الراجل ده ككوميديا كان حلو جدا. هو المشاهد بتاعته مش كوميديه، بس اي حاجه بيقولها انت هتضحك عليها، كان خطير بصراحه. وكمان حسيت في شبه من الراجل بتاع برنامج الزفه زمان، كان في كده برنامج اسمه برنامج الزفه. الراجل ده يعني نسخه طبق الاصل. اول ما شفته قلت الراجل ده هو ده. انا اصلا ما اعرفش هو ولا مش هو، بس هو شبهه جدا جدا. بس هو كان خطير بصراحه. وخد البهايم كلها. هو ما يعرفش ان البيت ده فيه ولد اسمه عوض. عوض فاشل وهيفضل طول عمره فاشل. ده سحبت مليون جنيه من البنك النهارده. وكمان شخصيه محمد محمود كان بالنسبه لي خطيره، وعلاقته بابنه والخط الدرامي بتاعه كان حلو جدا. كل الشخصيات عموما وكل خط درامي في المسلسل كان حلو جدا جدا. ما اقدرش اقول ان في خط خايش او في خط مش عاجبني، لا الخطوط كلها دراميا كانت حلوه جدا. الخطوط الدراميه اللي بتكلم عنها يعني خطوط دراميه كوميديه. ما اقدرش اقول لك ان مثلا احنا ما بنتفرجش على الحياه والسراب مثلا، ولا بنتفرج لنا عايش في جلباب ابي، احنا بنشوف فيلم درامي كوميدي عالي. فالخطوط الدراميه كانت حلوه جدا، وما اقدرش اقول ان في حاجه ما عجبتنيش. كل الخطوط كانت حلوه جدا. وكل اللي بيربط الخطوط دي او المشترك بينهم هو عوض البواب، والاحداث اللي بتحصل بينه وبين كل سكان العماره. انت خدام قطع لسانك، انا اسمي مديرة منزل. كده بقيت اتشار. راجل لا يعرفني ولا اعرفه. نور ربنا طالع من وشه وشاهد بكلمه الحق. مين الجحش ده؟ الاخراج والتصوير في الفيلم كان حلو جدا. ما اقدرش اقول انه كان اخراج خرافي وكادرات خرافيه، بس لا على قد الفيلم كانت حلوه جدا جدا. واظن ان المخرج ده اصلا ما اخرجش حاجه قبل كده، اظن ده اول اعماله، وكاول عمل ليه فهو عمل حلو جدا. المسلسل ده زيه زي مسلسلات كتير حلوه بتتعرض على منصات، زي مسلسل ريفو ومسلسل بالطو ومنعطف خطر وتحقيق. هات شويه ممثلين شباب بيعرفوا يمثلوا وهيعملوا لك مسلسل او فيلم حلو جدا. ودي اكتر حاجه بحبها في المنصات زي واتشت وشاهد، انها بتساعد الشباب انها تاخد بطولات عمرهم ما هياخدوها بعد كده. خد جمع مجموعه الشباب واعمل بيهم مسلسل، خد مجموعه الشباب دول واعمل بيهم فيلم.
وفعلا بينجحوا، ودي حاجه بصراحه انا بحبها في المنصات ان هم بيعملوا كده. مسلسل على باب العماره، مسلسل درامي كوميدي خفيف عائلي، ممكن تشوفه في اي وقت وممكن تخلصه في يوم يومين، لان المسلسل 10 حلقات بس. خد شيء. هو عوض بيلبس في رجله ايه؟ نضاره؟ شقة ايه اللي اتسرقت؟ انت فين في سرقه شقه الاستاذ البير الجوهرجي؟ ما تشيليها انت يا نوسه، انت كده خد. مسلسل خفيف، لو ما شفتوش روح شوفه، ولو شفته قول لي رايك فيه في الكومنت. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وبس كده، سلام. حاسس ان الناس بدأت تاخدها شوية عن اخواتنا في فلسطين، اوعى تنساهم، قاطع كل منتجاتهم، واديك شايف المقاطعة بتفرق في كل الوطن العربي مش في مصر بس، حتى دول زي بريطانيا والمانيا بيطلعوا مظاهرات دلوقتي عشان اخواتنا في فلسطين. فانت اي حاجة تقدر تعملها اعملها، عايز تقاطع قاطع، ولو تقدر تتبرع باي حاجة اتبرع، مش هتخسر حاجة. ولو انت مش عارف تعمل اي حاجة من دول اتكلم، عندك فيسبوك انستجرام تويتر، اي حاجة تعرف تكتب عليها اكتب عليها. عارف لغة معينة اتكلم بيها وترجم كلامنا ليهم. اوعى تنسى القضية دي زي ما هي قضيتي هي قضيتك، هي قضية العرب كلهم، والارض دي لازم هترجع لاصحابها سواء دلوقتي او بعدين. وبس كده.